السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. المشكلة اللي جاية. ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا شاب عندي 19 سنة. أنا هحكي لك قصة عمري كله، قصة البيت اللي المفروض يكون أمان لكنه بقى الجحيم اللي بهرب منه كل يوم. أنا من وأنا صغير وأنا فاكر صوت الخناقات. كنت بسمع أبويا وأمي بيتخانقوا بصوت عالي وأنا في حضن سريري، صوت الكوباية وهي بتتكسر، صوت الباب وهو بيتخبط، صريخ ماما. دي أصوات محفورة في دماغي. ساعات كنت أقوم أجري على أوضة أختي الصغيرة ونقفل الباب علينا ونقعد نعيط ونحضن بعض، نستنى الحرب تخلص. أنا عمري ما حسيت بالأمان وعمري ما حسيت إني طفل زي باقي العيال. يعني صاحبي لما يحكي لي عن رحلة مع أهله أو عن يوم عيلة فيه أكل وضحك، أنا كنت أبصله وأتمنى مرة واحدة أعيش اللحظة دي. لكن بيتي عمره ما كان بيت، كان ساحة قتال. كبرت والأصوات كبرت معايا، بقى في ضرب بشد شعر، كراسي بتتحدف، أبويا يزعق بصوت يخلي الشارع كله يسمع. وأنا بقيت بين نارين، لو اتدخلت عشان أدافع عن أمي أتضرب أنا كمان، ولو سكت أبقى حاسس إني جبان وسبت أمي تتعذب. مرة من المرات ما قدرتش أتحمل، حاولت أبعد أبويا عنها، لقيته مسكني وزقني في الحيطة. جسمي كله وجعني. بس الوجع الحقيقي كان جوايا، إني بقيت عايش في بيت أنا فيه ضحية ومش قادر أحمي حتى أمي. الوضع مأثر عليا في كل تفاصيل حياتي. أنا طول الوقت عصبي، كلمة صغيرة ممكن تخليني أنفجر، وبحس إني ممكن أتحول نسخة من أبويا في أي لحظة. بخاف جدا من الفكرة دي، بخاف ألاقي نفسي بكسر زي ما كان بيكسر، أو بصوتي بيعلى زي صوته. وفي نفس الوقت عندي ضعف، إني بحس إني مكسور من جوه. أي مشكلة صغيرة بحسها كبيرة، وأي صوت عالي يخليني أترعب. أنا مش قادر أذاكر كويس، مش قادر أركز، بخرج من البيت بالساعات، أقعد على القهوة، ألف في الشوارع، أروح عند أصحابي. بس كل ده مجرد هروب مؤقت. أول ما برجع بلاقي نفس المشهد مستنيني، ماما قاعدة بتعيط، أو أبويا قافل على نفسه وبيكسر حاجة جوه، أو إخواتي مرعوبين. أوقات بدخل أوضتي وأحط السماعات في وداني وأعلي الصوت للآخر، مش عشان أسمع أغاني لكن عشان أغطي على الأصوات اللي جاية من بره. أنا بقيت أحس إني غريب وسط أصحابي، هم بيتكلموا عن أهالينا عاملين كذا وكذا وأنا ساكت. لو حد قال لي ليه ما بتتكلمش عن بيتكم، أضحك وأغير الموضوع. لما حد يقول لي تعالى نقعد عندكم، أختلق أي كذبة. البيت متبهدل، بابا تعبان، ماما مشغولة، بس الحقيقة أنا بخاف ييجوا يشوفوا الجحيم اللي أنا عايش فيه. الأكتر وجعا إني بقيت بحس إني مش مرغوب، مفيش حد في البيت فاضي يبصلي أو يسمعني. مامتي مشغولة بخناقاتها ووجعها، وبابايا مشغول بغضبه، وأنا وإخواتي ضايعين في النص. مفيش كلمة طيبة، مفيش حضن، مفيش حتى شعور إن في حد شايفنا. بقيت أكره فكرة الرجوع للبيت، البيت اللي المفروض يكون أمان بقي مصدر خوفي. ساعات وأنا مروح أبقى بدعي من قلبي، يا رب لما أفتح الباب ألاقي هدوء، بس نادر جدا لما ده يحصل. عبد الرحمن، أنا حاسس إني محبوس في دايرة خوف وقلق ورعب وكراهية، إحساس إني مش محبوب. ومع كل ده عندي سؤالين بيلفوا في دماغي طول الوقت: هل أنا هفضل كده طول عمري؟ وهل في يوم هعرف ألاقي السلام اللي عمري ما شفته في بيتي؟ أنا خايف أكون نسخة من أبويا، وخايف كمان أعيش عمري كله ضحية. فأنا بسألك يا عبد الرحمن، إزاي ممكن ألاقي الأمان اللي محروم منه؟ وإزاي أتعلم أبني حياة مختلفة عن البيت اللي ولدت فيه؟ بص، أنا عايز أقولك إن دي مشكلة مش ذنبك، دي مشكلة يعني ما تخصكش. للأسف الشديد دي مش مشكلة أنت السبب فيها، وأنت مش مسؤول عنها. المشكلة اللي أنت اتحطيت دي فيها مشكلة أب وأم ما فكروش إن عندهم أبناء وهيأثروا وهيدمروا نفسية عيالهم. أولا أنا عايز أقولك
انت اللي بتعمله ده عشان بتحاول تهرب من اللي انت فيه. وده انا عايز اقول لك انه يعني حل مؤقت. يعني ده حل مؤقت، يعني انت مهما رحت وجيت ما انت برضه هتضطر ترجع بيتك وتشوف المشاكل تاني وكلام زي كده. فانا عايز اقول لك اولا قرب من ربنا، صلي، اقرأ قرآن، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. اذكر ربنا كتير. لان للاسف الشديد المشكله اللي انت فيها دي، ما انت للاسف ده بيت ابوك، بيت اهلك، يعني انت قاعد في بيت اهلك والمشاكل موجوده. مش هينفع تعيش في مكان غير المكان اللي فيه بيت اهلك، اللي هو مش هينفع تعيش في مكان غير المكان اللي فيه اهلك اللي هو بيت اهلك. فانت مالكش ذنب في المشكله اللي انت فيها. ربنا معاك انت واختك، ان شاء الله باذن الله تعالى تطلع من المشكله اللي انت فيها. ودي فتره مؤقته، وما اصل كده كده انت مصيرك بكره وبعده هتكبر وهتشتغل وربنا هيكرمك وان شاء الله تتوفق في حياتك. والفتره اللي انت بتعيشها دي انت واختك ان شاء الله ما هي الا فتره مؤقته، وان شاء الله هتعدي على خير. بتقول لي عندي سؤالين بيلفوا في دماغي طول الوقت، هل انا هفضل كده طول عمري؟ لا طبعا، دي فتره مؤقته، مش هتفضل كده طول عمرك. وهل في يوم هعرف الاقي السلام اللي عمري ما شفته في بيتي؟ ان شاء الله باذن الله تعالى. دي الفتره اللي انت بتعدي بيها دي ما هي الا فتره مؤقته. ان شاء الله بكره وبعده لما الحياه تستقر شويه وامورك تستقر ان شاء الله هتشوف سلام ان شاء الله باذن الله تعالى. وخصوصا كمان لو انت بكره وبعده ربنا كرمك ونقلت من البيت، ان شاء الله باذن الله تعالى هترجع الامور طبيعيه. انا خايف اكون نسخة من ابويا، وخايف كمان اعيش عمري كله ضحية. لا، طول ما انت ان شاء الله هتقرب من ربنا وهتصلي وتذكر ربنا هتقرأ قرآن، ويعني مش هتفكر في اللي انت فيه، ما تفكرش في المشاكل اللي انت فيها. ان شاء الله مش هتبقى نسخة من ابوك، ومش هتعيش عمرك كله ضحية. هي ما هي ان شاء الله الا فترة مؤقتة وهتعدي. وكلنا يعني كل اي حد بيمر بمشاكل في حياته بتبقى فترة مؤقتة مش على طول يعني، فإن شاء الله هي فترة مؤقتة بس. فأنا بسألك يا عبد الرحمن، إزاي ممكن ألاقي الأمان اللي محروم منه؟ بالنسبة للأمان، مفيش أمان في الدنيا إلا بوجود ربنا. يعني مفيش حد بيضمن لحد الأمان. الأمان هو وجود ربنا في حياتنا. يعني أنت طول ما أنت واثق إن ربنا معاك وربنا بيحبك، وانت طول ما انت بتعمل حاجات ترضي ربنا وبتصلي وبتقرأ قرآن وبتذكر ربنا، طول ما انت بتعمل حاجات ترضي ربنا وقريب من ربنا، طول ما انت هتكون يعني ربنا بيحفظك، ربنا هيحافظ عليك ويحفظك، وساعتها هتقدر تكون في امان. ساعتها ان شاء الله ربنا يعني يخليك دايما في امان. وازاي اتعلم ابني حياة مختلفة عن البيت اللي اتولدت فيه؟ قرب من ربنا وصلي واقرأ قرآن واذكر الله، وإن شاء الله بإذن الله تعالى طول ما أنت هيبقى عندك نية إنك تبقى مختلف، وما تحطش في دماغك كل المشاكل دي، لأن هي ما هي إلا فترة وهتعدي. إن شاء الله بإذن الله تعالى لما تعمل الحاجات اللي أنا قلتها لك دي، تقرب من ربنا وتحاول تركز في مستقبلك وما تفكرش في المشاكل اللي أنت عايش فيها، هتقدر تبني حياة مختلفة عن البيت اللي اتولدت فيه. بس انا عايزك انك ما تركزش، يعني حاول انك تنسى شوية واشغل نفسك. قرب من ربنا وانزل مثلا العب رياضة انت بتحبها وذاكر واله نفسك واشغل نفسك. وان شاء الله باذن الله تعالى الفترة دي ما هي الا فترة وهتعدي، وان شاء الله تبقى احسن من الاول واقوى من الاول. وان شاء الله اتمنى اكون افدتك، ونشوفكم في حلقة جديدة والى اللقاء.